السلام عليكم. اهلا وسهلا بمتابعي قناه ام يوسف. حبيبتي اللي طلبت مني اني اعمل لها السوبيا الصعيدي، بس مش بالعيش الشمسي. قالت لي اني انا ما عنديش عيش شمسي عشان اعمل بيها السوبيا الصعيدي، ونفسي اشرب السوبيا الصعيدي. قالت لي ممكن تعملي لي كده طريقه تكون سهله عليا. النهارده جبت لها بديل العيش الشمسي. هقول لها ازاي تعمليه من غير ما تستخدمي عيش شمسي، وهيطلع الطعم زيه بالظبط. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف عملناها ازاي. أول حاجة هنعمل بديل العيش الشمسي. هنا اللي هجيب حبايبي كوبايتين من الدقيق، أي دقيق عندك عايزة تستخدميه استخدميه، بس كل ما يكون الدقيق فاتح السوبيا تطلع بيضة وحلوة. هجيب كوبايتين من الدقيق، هنزل بيهم هنا في أي بولة. بعد كده هنزل بشوية كده خميرة فورية، يعني تقريبا كده ربع معلقة صغيرة، ما تكتريش. ولا هنقلبهم، ولا هنزل بالمية وهلم العجينة بتاعتي. بس العجينة لا هتكون معايا يعني لا هي طرية خالص ولا هي يعني متماسكة، هتبقى كويسة لأن هنا هنسيبها تخمر. لا هشوفوا دلوقتي القوام بتاعي، ولو عايزة تتقليها عن كده تخنيها أكتر من كده ممكن تتخنيها. تمام، انا خليتها بالشكل دياتي بالقوام دياتي علشان الدقيق بتاعي فيه عرق قوي. ادي حبايبي زي ما شايفينها كده اهي، زي ما ملاحظين عرقها جامد جدا. بعد كده هغطيها وهسيبها تخمر. في الصيف هتخمر معاك بسرعة، يعني ممكن في ساعة واحدة هتلاقيها خمرت. في الشتاء ممكن تاخد 3 ساعات. ادي حبايبي رجعت هنا بعد 5 ساعات بالظبط، هتشوفوها معايا اهي بالشكل دياتي. لحلمها. الخطوة دي ممكن تعمليها وتتخن العجينة شوية وتحتفظي بيها في الفريزر براحتك، يعني لو عايزة بعد شهر بعد 2 تطلعيها وتستخدميها هتستخدميها. هنيجي بقى للخطوة الثانية. هجيب بولة تاني هنزل هنا ب3 كوبايات من الدقيق. نزلت هنا ب3 كوبايات من المية هقلبهم. أنا عايزة الخليط بتاعي يكون سائل. هنيجي بقى للخطوة الثالثة. هنزل هنا ب7 كوبايات من المية، هاخد كده الحلة بتاعتي هرفعها على النار. هنا رفعت على النار، وبعد ما غلت لازم تغلي كده بالشكل دياتي. الخليط اللي دوبناه مع بعض اللي هم ال3 كوبايات هنزل بيهم بقى سرسوب سرسوب. هنزل كده سرسوب سرسوب علشان ما يعملش معايا اي تكتلات. دي خطوة بسيطة جدا عملتها لكم علشان اللي اول مرة تعملها ما يعملش معاها اي تكتلات. طبعا النار بتاعتي شغالة، والخطوة دي لازم تصبري كده شوية عليها، ايدك فيها على طول طبعا علشان ما يعني ما تتلسعش معاكي من تحت. وعايزين الدقيق بتاعنا يستوي علشان لما تشرب السوبيا ما تشربيش كأنك بتشربي دقيق، لا لازم تكون العصيدة بتاعتك مستوية جدا. هتعرفيها ازاي استوت لما لونها يغير كده ويدي للون البيج. قلبي فيها كده يعني لمدة 10 دقايق لغاية لما الدقيق يستوي معاكي. شايفينها بتختخ ازاي؟ بس ايدك فيها على طول ما تسيبيهاش وتمشي.
ادي هنا حبايبي طفيت النار من عليها، ولا حنسيبها تبرد تماما، يعني توصل لمرحلة ايه الدفيان، يعني تحط صباعك فيها تحمليها. يعني ما تعمليش الخطوة اللي بعديها إلا لما تتأكدي إن العصيدة معاكي دافية، ما تكونش سخنة. ادي هنا بساعدها على إنها ايه تبرد معايا. لحنزل هنا بكوباية مية ساقعة، يعني أنا طلعت شوية كده من التلاجة من قزازة وحطيتهم، ما عندكيش استخدم من الحنفية. الكوباية دي لحنزل بيها ايه بالتدريج. تمام. ادي القوام بتاعها. هنيجي بقى ايه البديل العيش الشمسي. هنا طبعا يا حبايبي بعد ما لميتها مشوي، لحنزل هنا بكوباية من المية، لحنزل بالتدريج. دي لححلها لحفكها علشان ما تتعبنيش لما احطها ايه على العصيدة. زي ما شايفين العرق بتاعها ازاي جامد. الكوباية دياتي بتاعت المية اللي هتفك معايا العجين، هتخليه معايا سائل. زي ما شايفينه كده. ادي حبايبي اللي هجيبه كده واللي هنزل بيه على العصيدة. وادي كده السوبيا بتاعتنا خلصت مكوناتها، بس لسه ايه لا هنسيبها تخمر. دخلي كده المكونات في بعضيها، امزجيها كويس، وهنيجي بعد كده ايه نغطيها ونسيبها بقى تخمر. هتيجي بقى لمرحلة التخمير اللي هنشوفها مع بعض، وهقولكم على الخطوات اللي ممكن تعملوها أثناء التخمير. ادي القوام مش عايزاكي تخففيه علشان دي لسه هتخمر معاكي، خليه القوام بتاعها يكون مظبوط. هنغطيها بقى وبعد كده نرجع لها. ادي هنا يا حبايبي رجعت لها بعد 3 ساعات. هنا طبعا خمرت معايا، لحفرغ الهواء. وادي هنا نقصت منها علشان طبعا لما تخمر تاني معايا ما تكبش، نقصت منها في حلة تاني. وهنا خمرت، دي خمرت ودي خمرت. فرغ الهواء، خليكي بقى على الحالة دياتي. لو قدرتي 24 ساعة تعملي كده اعملي، لاني اهم حاجة عايزة تشربي من الصوبيا تكون مظبوط 100%، انك تسيبيها 24 ساعة وتشربي احلى صوبيا. كل ما تخمر معاكي فرغي منها الهواء كده بالشكل دياتي، فرغي منها الهواء لغاية ما توصلي في الاخر انك كنتي اخر مرة تفرغي الهواء منها بالشكل ده. هتلاقيها هتفرغي الهواء مش هتخمر معاكي، مش هتملى الحلة، لان استكفت خلاص خمران، مش عايزة تخمر تاني. تمام. لازم يعني لو حابة تشربي صوبيا مظبوط زي ما بقول لك 24 ساعة وانت تاخدي كده تفرغي الهواء منيه لغاية ما توصلي لآخر مرة هتفرغي الهواء، مش هتخمر معاكي. هنيجي بقى هنا ايه هنخزنها في التلاجة كده، هنجيب اكياس تلاجة واللي هنعبيها بقى، وهنعمل كمان منها احلى عصير. انا عملت هنا 8 اكياس، الكمية دي كلها جابت 8 اكياس اللي هم 5 كوبايات. الاول حطيت في البديل العيش الشمسي عملت كوبايتين، وبعد كده في العصيدة عملت 3 كوبايات. ال3 كوبايات يعني دول بيجوا مجموعهم 5 كوبايات، يعني الكمية دي من 5 كوبايات. هنا عملت 8 أكياس هتشوفوهم معايا. وجيت حطيت شوية كمان في الشفشق بتاع الخلاط، وحطيت المية وحطيت السكر وحطيت ربع معلقة ملح ليمون. ما عندكيش ملح ليمون هلا هتحطي ليمونة كده، دي عشان ما احنا عاملينها دلوقتي جديدة طازة علشان تحسي بالمزازة كده، لكن هي بعد يوم و2 مش هتحتاجي تحطي لا ملح ليمون ولا ليمون. انا هنا بس عملته علشان ايه نشربه كده في البيت نحس بالمزازة شوية. ادي حبايبي احلى عصير صوبيا لست الكل اللي طلبت عملان طريقة الصوبيا ببديل العيش الشمسي، وسريعة وسهلة وبسيطة وخطواتها يعني ممتازة، وجبتها لك ايه طبعا بكل تفاصيلها. وادي حبايبي عملت 8 اكياس، عبيت 8 اكياس وعملنا كمان عصير. وزي ما قلت لك كل ما حسبيها تخمر 24 ساعة تشربي احلى عصير. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.